في القرن ال14 أوروبا كانت غرقانة في الفوضى. الطاعون بينتشر بسرعة، والآلاف بيموتوا كل يوم، والفقر والظلم مالين الشوارع، والفيران بقت رمز للرعب اللي ملوش نهاية. ووسط العالم الكئيب ده في حكاية اتكتبت عن شابين صغيرين بيحاولوا انهم ينجوا، حكاية عن الألم والخوف والحب والأمل. الحكاية دي هي حكاية بليك تيل، سلسلة ألعاب قدرت انها تحفر لنفسها مكان وسط الكبار، مش بالجرافيك الضخم ولا بالعالم المفتوح العملاق، لكن بالقصة اللي بتخليك تعيش التجربة كأنك جوه فيلم سينمائي، وبالشخصيات اللي هتحس انها قريبة منك فعلا. انا ابو عادل، والنهاردة هقولك ليه السلسلة دي مش مجرد لعبة، وليه لازم تلعبها لو عايز تجربة تفضل محفورة في ذاكرتك سنين طويلة. في البداية خليني اعرفك على السلسلة. سلسلة بليك تيل مكونة لحد دلوقتي من جزئين: بليك تيل انوسنس واللي نزل في 2019، وبريك تيل ريكويم واللي نزل في 2022، والاتنين معمولين من استوديو صغير اسمه اسوبو ستوديو. ودي حاجة تخليك تنبهر اكتر، لان السلسلة واقفة قدام العاب تريبل اي معمولة بميزانيات ضخمة، ومع ذلك قدرت تاخد مكانة خاصة وسط الجيمرز والنقاد. واللعبتين بيتكلموا عن رحلة اتنين اخوات، اميسيا وهيوجو، واللي بيحاول ينجو وسط العالم متدمر بالطاعون والفوضى. والقصة كلها بتدور حواليهم، وعلاقتهم هي المحرك الأساسي في التجربة. وعلاقتهم دي أكتر حاجة مميزة في السلسلة. أميسيا مجرد بنت مراهقة، فجأة بتلاقي نفسها مسؤولة عن أخوها الصغير في عالم كله موت وخوف. وهيوجو طفل بريء لسه مش فاهم يعني إيه العالم ده، بس مضطر يواجه كل الرعب ده غصب عنه. وانت بتلعب مش هدفك الأساسي إنك تقتل أو تنتصر، هدفك الحقيقي هو تحافظ على أخوك وتحاول تلاقي طريقة تنجو بيه. كل قرار بتاخده وكل خطوة بتعملها بتبقى عارف ان ليها وزن ومعنى كبير جدا، وده اللي بيخلي التجربة مختلفة ومليانة مشاعر. والسؤال دلوقتي هي ليه مختلفة عن باقي الألعاب؟ أغلب الألعاب الكبيرة اللي بتنزل بتركز على الأكشن أو العالم المفتوح أو الجرافيكس اللي بيخطف عينيك من أول لقطة، لكن بليك تيل اختارت طريق تاني، طريق بيركز على المشاعر الإنسانية والجانب النفسي للشخصيات. اللعبة مش بس بتخليك تقتل أعداء أو تعدي مراحل، دي بتخليك تعيش تجربة كاملة مليانة خوف وتوتر، ومليانة لحظات صغيرة بس هتفرق معاك جدا. وسط أوروبا اللي مليانة مرض وموت، اللعبة بتخليك تحس إنك جوه العالم ده فعلا. كل لقطة مع كل صوت وكل خطوة بتحسسك إنك مش مجرد لاعب، إنت واحد من الشخصيات. والأجواء في السلسلة دي من عالم تاني. من أول ما بتبدأ اللعبة هتحس إنك دخلت فيلم تاريخي سوداوي، كاميرا قريبة من الشخصيات، وأصوات الفيران وهم بيجروا في كل حتة، وصرخات الجنود والناس الغلابة، وضلمة الشوارع. كل تفصيلة معمولة بعناية عشان تدخلك في المود. حتى التصميم البصري للأماكن، هتلاقي نفسك ماشي وسط قرى مهدودة وشوارع مليانة جثث وقلاع مرعبة وأماكن كلها تفاصيل هتخليك تحس إنك عايش في زمن الطاعون فعلا. ولو هنتكلم بصراحة، فالجيم بلاي في بليك تيل مش معمول علشان يخليك تحس انك بطل خارق ولا انك اقوى شخصية في العالم. على العكس خالص، اللعبة بتخليك تحس بالضعف وبالهشاشة، وانك دايما في وضع مطاردة او خطر، وده هو سر جمال التجربة. اللعبة في الاساس بتعتمد على التخفي. انت في دور اميسيا، بنت مراهقة ما عندهاش سيف ضخم ولا قدرات خارقة، كل اللي معاها هو المقلاع بتاعها، واللي بتستخدمه في الدفاع عن نفسها بطرق ذكية. هتلاقي نفسك طول الوقت بتحاول تمشي بهدوء وتتفادى الجنود، وتستخدم البيئة حواليك عشان تفضل عايش. مثلا ممكن تكسر فخارة أو ترمي حجر علشان تلفت نظر جندي بعيد، وممكن تستخدم النار علشان تبعد الفيران، أو حتى تستغل الضلمة علشان تتحرك من غير ما حد يشوفك. اللعبة دايما بتحطك في مواقف محتاجة تفكير وحذر، مش اندفاع وقتال مباشر. الفيران هنا هي عدوك الأكبر. واحدة من أذكى وأقوى الميكانيكس في اللعبة هي الفيران. آلاف الفيران اللي بتتحرك كسيل أسود قادرين يبلعوا أي حاجة في طريقهم، سواء إنسان، حيوان، أو حتى المكان نفسه. الفيران هنا مش مجرد إضافة شكلية، ده عنصر أساسي في الجيم بلاي. لازم تفضل دايما في مناطق منورة علشان ما تتاكلش، وتستخدم النار كحاجز مؤقت ضدهم. ومع الوقت اللعبة بتديك أدوات تقدر تتحكم بيها في سلوك الفيران لصالحك. الميكانيك ده بيخلي كل لحظة في اللعبة مليانة توتر، لانك عارف ان خطوة واحدة غلط ممكن تخلص على حياتك في ثانية. وغير انك بتلعب بأميسيا، عندك كمان مسؤولية كبيرة وهي حماية هيوجو. الطفل الصغير ده مش مجرد شخصية جانبية، لا هو جزء اساسي من الميكانيكس.
ساعات هتحتاج تمسك ايده عشان تتحرك معاه، وساعات تسيبه في مكان آمن وترجع له بعدين. ومع تطور القصة، هيوجو نفسه بيبدأ يبقى ليه دور في الجيم بلاي بقدرات خاصة. الميكانيك ده مش بس بيضيف تنوع للعبة، لكنه بيخليك على طول الوقت حاسس بالمسؤولية، وكأنك أخ فعلا بتحاول تحمي شخص غالي عليك. اللعبة كمان فيها نظام كرافتنج بسيط. انت وانت ماشي هتجمع موارد من البيئة، جلد وبارود وأحجار وقماش، تستخدمها علشان تطور المقلاع بتاعك أو تعمل أدوات جديدة. مثلا انك تعمل ذخيرة تطفي بيها النور، فتسيب الجندي للفيران تخلص عليه. الحاجات دي بتديك حرية تختار ازاي تتعامل مع المواقف، وبتخلي كل لاعب يلاقي أسلوب يناسبه. والمميز في الجيم بلاي ان مش بترميك دايما في قتال، بالعكس 90% من الوقت انت بتحاول تتفادى المواجهة. بس في نفس الوقت اللعبة ساعات بتحطك في مواقف لازم تتصرف فيها بسرعة وتستخدم كل اللي عندك. التوازن ده بيخلي التجربة مش رتيبة، كل شوية هتلاقي نفسك قدام تحدي جديد. مرة لازم تهرب، ومرة لازم تستخدم دماغك، ومرة لازم تواجه. الذكاء الاصطناعي والأعداء معمولين كويس. الجنود في اللعبة مش أذكى ذكاء اصطناعي في العالم، بس تم تصميمهم علشان يخدموا فكرة التخفي. هيشوفوك من بعيد لو اتحركت بسرعة، وهيسمعوك لو كسرت حاجة قريبة، وهيفضلوا يفتشوا في المكان لو شكوا في وجودك. وده بيخلي كل مواجهة معاهم مليانة توتر، لأنك عارف إنك مش هتقدر تواجههم وش لوش. واللي بيميز الجيم بلاي في السلسلة مش إنه معقد أو مليان ميكانيكس كتير، بالعكس هو بسيط جدا، لكن البساطة دي معمولة بذكاء عشان تخدم القصة. كل أداة وكل ميكانيك وكل خطوة معمولة علشان تحس إنك عايش القصة دي فعلا. انت مش مجرد لاعب، انت جزء من القصة. وده سر ان الجيم بلاي في بليك تيل عايش جوه دماغ الناس لحد دلوقتي. سلسلة بليك تيل ممكن تكون معمولة من استوديو صغير، لكن لما تلعبها عمرك ما هتحس انك بتلعب لعبة اندي بسيطة. بالعكس، كل تفصيلة في الجرافيكس والموسيقى معمولة بإحساس يخليك تقول ازاي استوديو صغير يقدر يعمل كده. من أول لحظة تدخل اللعبة تحس انك في عالم عايش فعلا. البيئة كلها معمولة بعناية، الكرة المهدودة والمليانة أمراض، القلاع الضخمة اللي بتحسسك بالرهبة، والغابات الكئيبة اللي كل خطوة فيها خوف، والشوارع اللي مليانة جثث، والعساكر وناس غلابة بيموتوا من الطاعون. كل مكان بتمشي فيه بتحس ان ليه قصة، وكأن الارض والجدران نفسها شاهدة على المآسي اللي بتحصل. اللعبة كمان بتعرف تلعب على التناقض البصري. هتلاقي مناظر طبيعية جميلة مليانة خضرة وشمس، وفجأة تلاقي نفسك وسط خراب وضلمة وفران ملهمش نهاية. التناقض ده بيزود الإحساس بالكآبة، وبيخلي اللحظات المضيئة فعلا تبقى مؤثرة أكتر. وخليني اقولك بصراحة، الفيران لوحدها معجزة تقنية. انت بتشوف قدامك الاف الفيران بتتحرك كسيل حي بيلف ويدور ويهاجم. مشهد ممكن يخلي جلدك يقشعر لمجرد انك واقف بتتفرج. غير الفيران، النار والضوء ليهم دور اساسي. النور بيبقى هو خط الامان الوحيد ليك، الضلمة هي الخطر اللي بيخليك على اعصابك. اللعبة بتلعب على العامل ده بشكل ممتاز، يخليك تحس ان النور مش مجرد شكل، ده جزء من حياتك او موتك. ولو في حاجة هتخلي دماغك تفضل فاكرة اللعبة دي لوقت طويل، فهي الموسيقى. الموسيقى في بليك تيل مش معمولة علشان تكون مجرد خلفية، دي معمولة علشان تبقى صوت المشاعر. المؤلف عمل موسيقى تقدر تقول انها قلبت التجربة. لحظات الخوف هتسمع فيها اوتار الكمان متوترة وسريعة، ولحظات الحزن هتسمع ألحان هادية ومليانة شجن، ولحظات الأمل بيجي فيها نغمات ناعمة تديك إحساس إن لسه في ضوء صغير وسط الضلمة. الموسيقى هنا مش بس مرافقة للأحداث، هي جزء من القصة نفسها. ساعات هتلاقي الموسيقى بتسبق المشهد وبتخليك تعرف إن في كارثة جاية، وساعات تانية الموسيقى بتسقط فجأة عشان تخليك تحس بالرهبة. وواحدة من أهم الحاجات اللي ميزت السلسلة إن كل مشهد معمول كأنه فيلم سينمائي. الكاميرا بتقرب من الشخصيات في اللحظات المهمة، وبتديك لقطات واسعة لما تكون محتاج تحس إنك صغير وسط عالم ضخم ومخيف. وحتى الحوارات مكتوبة بأسلوب طبيعي جدا، بتحس إنك بتسمع اتنين اخوات بيتكلموا فعلا، مش مجرد شخصيات لعبة. وكمان طريقة المزج بين المشاهد السينمائية والجيم بلاي سلسة جدا. ساعات مش هتعرف فين اللعبة بتخلص وفين المشهد بيبدأ. ولما تجمع الجرافيكس مع الموسيقى مع الكاميرا السينمائية، النتيجة انك بتنغمس 100% في اجواء اللعبة. انت مش مجرد لاعب بيعدي مراحل، انت واحد من الشخصيات جوه القصة، حاسس بكل نفس بيتسحب وبكل خطوة بتتاخد. وده سر ان اللعبة بتسيب اثر، لانها مش لعبة بتخلص وتنساها، لا دي لعبة بتفضل محفورة جواك بسبب الاحساس اللي بتعيشه وانت بتلعب. وفي النهاية سلسلة بليك تيل مش مجرد لعبتين بتعديهم وتنساهم،
دي تجربة إنسانية كاملة مليانة خوف وتوتر وألم، لكن في نفس الوقت مليانة مشاعر وأمل. لعبة هتخليك تعيش لحظات عمرك ما هتنساها، وهتخليك تبص للألعاب مش بس كوسيلة تسلية، لكن كفن بيحكي قصص تلمسك من جوه. واللي بيميز السلسلة دي إن كل حاجة فيها من القصة للجيم بلاي للجرافيكس للموسيقى معمولة علشان تخدم هدف واحد، إنك أنت تحس إنك جزء من الحكاية. وده السبب اللي بيخلي إن أي حد جربها بيقولك اللعبة دي مختلفة، اللعبة دي تستاهل وقتك. فلو لسه مجربتش بليك تيل صدقني مستني ايه؟ دي واحدة من اكتر التجارب اللي هتخليك تحس انك عايش وسط فيلم عظيم، لكن بايدك انت تتحكم في مصيره. وهنا السؤال الحقيقي، هل عندك الشجاعة تدخل العالم المظلم ده وتكمل الرحلة مع أميسيا وهيوجو؟ القرار في ايدك. انا ابو عادل، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.